ودي حكايه مقام الشيخ كوكو. بس هتعمل ايه لو صحيت على خبر ان مسجد الحسين او السيد البدوي هيتهدوا عشان طريق او مشروع هيتبني مكانهم؟ انت هتقول ازاي ده تراث وبتاع والكلام ده. بس لو انت من الاتباع هيجي في بالك سؤال تاني، هو السيد البدوي موافق على الكلام ده؟ حاجه زي كده حصلت في 2010 لما المحافظ قرر انه يهد مقام الشيخ كوكو، ورغم ان الاسم يبان فيومي جدا لكن ده حصل في الاقصر، وسبب الهدم كان بسيط، عايزين ارض الشيخ كوكو نضمها لحوش المدرسه. الغريب لما سالوا مين يا جماعه الشيخ كوكو محدش عارف، رغم ان له اتباع، والاتباع دول توعدوا الحكومه لو حد قرب من الشيخ كوكو هتحصل له كارثه لانه مش هيسمح ان مقامه يتهد. بعدها باسابيع تقوم ثوره يناير والحكومه كلها تمشي، فالناس قالت شفتوا ده انتقام الشيخ كوكو، ورجع المقام تاني بس المره دي اقوى، فوق صندوق تبرعات عشان اللي مدورينه يسترزقوا، واتباعه زادوا بعد ما شافوا معجزاته. جه مدير الامن قرر يهد المقام، وفعلا بعت قوه امنيه تفتح على الشيخ كوكو عشان ينقلوا جثمانه قبل الهدم، والمفاجاه ما لقوش حد. الناس قالت الله اكبر، الشيخ كوكو حس بلبش فاختفى، وفضل المقام على حالته في الاقصر كانه بقى حقيقه راسخه في المدينه، رغم اننا مش متاكدين اذا كان في حد اتوجد بالاسم ده اصلا ولا لا. بس المهم ان الناس صدقت وجوده، والحقيقه في الاخر هي اللي الناس بتختار تصدقها.